نحب نقول لهم حرام عليكم اللي تعملوا فيه. حرام عليكم. حرام عليكم اللي تعملوا فيه. لا احترمتوا الكورة، لا احترمتوا الجماهير اللي جاتكم، لا احترمتم حتى الهدايا، وهدايا بالجملة، تونا هدايا بالجملة جاتكم. احترمتوش الهدايا وماذا بيا توا كي تروحوا تغزروا لروحكم في المراية. عندنا فريق مع الأسف وكأنه الفريق التونسي حالفين مقررين انهم باش يمرضونا، باش يعذبونا. الفريق التونسي تجيه على طبق الهدايا بالجملة. قلت اول الهدايا قال عصام، قال هذا هدف وقت الورقة الحمراء، لعبنا ساعة ونص وهما ب10، ساعة ونص وهما ب10، لكن احنا عدلنا النتيجة. وقتاش عدلنا النتيجة؟ وقت اللي خرجنا حنا بعد المجبري ولينا نلعبوا كيف هما ب10 واحنا ب10. فماشي واحد في العالم يخرج المحرك الاساسي، صورة الفريق، روح الفريق، واللي كان ناشط بشكل غريب وربي يعطيه الصحة والعافية، يجي خرجوا رديت لنا نلعبوا ب10. كيفهم؟ كيف تلعب معنا ولا ضدنا؟ لو كانت كرة القدم رياضة فردية يترشح لنا بعد المجد. صح. سامحوني ما نشخصنش، ولكن وقت اللي الحسرة توصل إلى هذا الحد ونلاحظ والناس تتفرج، حتى اللي ما يفهمش الكرة يعرف علاش يخرج أحسن ملاعبي فوق الميدان مش أحسن لاعب تونسي. تفسير هذا معلش عند المدرب. ماذا بينا لو في الندوة الصحفية يجاوبنا. الهدايا بالجملة والفريق مع الأسف رفضها كلها. في بالك اللي مالي ما جاته حتى فرصة، كامل المقابلة. معناها وصلنا دقيقة 89 نسجل هدف صحيح مع الأولاد والناس الكل، انتهت المقابلة. نعطيهم هدية من السماء، نعطيهم ضربة جزاء، كرة طايحة هابطة هكا ضربت في يد. وين التركيز؟ طيب ليش يعني رحت لهذا الكلام؟ ليش رحت لهذا الحديث؟ يا اخي قد يكون سيناريو مش مكتوبه لتونس، يعني فيك ألم وحسره من السيناريو، من اللاعبين، من المدرب، من الملفات اللي ذكرتها في بدايه الحلقه. من وين؟ شوف تقول لي مكتوب لتونس، هي مكتوب على تونس باش تمرض الشعب التونسي، مكتوب على الفريق التونسي باش يمرض الشعب التونسي. انا ناكد لك مرضى، انا ناكد لك التوانسه رقدت، انا ناكد لك التوانسه اللي رقد واللي خرج للشارع مسكين هايم، واللي ما عادش يحب يشوف في التلفزه، ومن اللي ما عادش يحب يحكي على الكوره. ليه؟ يا ولدي يلحلحوا بينا. الكوره تلحلح بيك، تقول لك بربي هاي ورقه الترشح، وانت تقول لها ليه؟ امان راهو اللي عشناه، سامحني، اللي عشناه معناها حرب اعصاب. اخي انت معانا ولا ضدنا؟ مين اللي معاك وضدك؟ نحكي على الفريق التونسي، اخي تلعب لصالحنا ولا ضدنا؟ الناس جايتك في بالك الفريق التونسي، واي فريق التونسي عمره ما لعب، عنده قداش 16 سنه عمره ما لعب قدام غير 45,000 متفرج، لانه احنا الملعب معناها اقصى الحالات نعطيه 30,000 تذكره. 45,000 متفرج ومعاك وفي ملعب الدار البيضاء، ولعبت بالزي الابيض، وجينا في الاخر ترفع العلم الابيض وتخرج. معناها سامحني، راهو اللي حسوا الشعب التونسي، وانا ناكد مش شعبويه، راهو نحكي لك بحسره ونعرف التونسي شنو هو. الم مش الم، قداش يحب فريقه، نحبوا نفرحوا ترى. راهو الشعب التونسي يحب يفرح شويه، راهو سندكم الاخر. وانا البارح حتى البارح ايش نترشح، لاني نمن بيهم، وحتى مع الجماهير. تسمع الجماهير تونسي تشجع الجماهير يا ولدي، مش تونسي. لا يعني تونسي. الجماهير ادت اللي عليها وزياده، مش الجماهير، خصوصا ان الصوت كان واضح. تخيل الصوت كان واضح ونسمعه. اسمع ما سمعتوش هذا، ما سمعتوش. يعني احنا سمعناه في الاستوديو، اللاعبين ما يسمعوه. يا
نحب نقول فريق حزين غريق فعلا. قلت مكتوب عليه. والعقده ما انتصرت على مالي في 5 مواجهه. سامحني، هذه مالي معناها اليوم المقابله، سامحني المقابله جايتك طبعا قريب يلحلحوا بينا، ترفضها، يلحلحوا بينا باش نترشحوا، بربي برسمكم نترشحوا معناها. سامحني، في ملعب مغربي، جمهور مغربي، طرد لاعب، لعبنا ساعه ونص زايدين لاعب، ثم جينا عملنا حاجه ماهيش معقوله تماما، هشاشه نفسيه غريبه جدا، دقيقه بتشد دقيقه ما شدوش، ثم قلنا نصف ساعه هما ب10 واحنا على الاقل نظريا ب11. وبعد لا تنسى رغم الظروف القاسيه والرفض كما ذكرت، الجمهور المغربي كان حاضرا ومؤازرا لتونس كما كان بالسابق في هذه النسخة، مشجع لكل المنتخبات، والظروف كانت مهيئة. لكن أنا انتظرت، ذكرت في بداية الحلقة أن هناك ألم لفتحي المولدي وحسرة، صح، واترك لك التعبير. لا ألم وحسرة ظهر حتى على ملامح وجهي، ألم وحسرة ظهر حتى مع الأولاد اللي كنت نتفرج معناها أنا وحاتب طيب والملفات؟ الملف لا، عندنا مشكلة كبيرة في تونس، كل خيبة نمر إلى المسابقة اللي بعد، ولا مرة حلينا الملفات، ولا مرة قلنا علاش، ولا مرة عملنا التقييم، وحتى التقييم يقع في إطار المكتب الجامعي، احنا نقولوا المكتب الجامعي والمكتب التنفيذي، يعني ما بين الأعضاء المكتب التنفيذي هم مش فنيين، ودي وقيت باش نعملوا تقييم، هل أنه الإطار الفني هذا قام بالواجب أم لا؟ هل أنه اللاعبين اللي عندنا الآن قادرين باش يمشيوا؟ رانا ماشيين لكأس العالم، رانا ماشيين لكأس العالم، أمان ما قدرناش في البطولة العربية وخرجنا من الدور الأول، ما نجحناش في البطولة الأفريقية وخرجنا تقريبا، حلينا باب الدور الثاني وخرجنا منه. طيب الحل هنا فعلا الملفات تتحل، نقيموا إذا كان فما قرارات موجعة وغير محمودة، معناها اسمع العواطف خليهم على جنب، وخاصة الانتماءات خليهم على جنب، وأنه هذم أحباب وهذم أصحاب وهذم كذا خليهم على جنب. يعيشكم اليوم حلوا الملفات، المواطن التونسي، الشعب التونسي اللي يعيش كورة ويتنفس كورة، راكم أمان قطعتوا عليه النفس فعلا. اليوم حبست الأنفاس في الدقيقة الأخيرة، ثم في النصف ساعة الأخيرة، ثم مع آخر ضربة جزاء. برشا لاعبين معناها نقاش كبير، هل لديهم مكان في الفريق الوطني؟ برشا لاعبين ما جاوش، هل عندهم فعلا مكان؟ المحاباة والعلاقات في عايشكم، والمحاباة في مانيش باش نكون قاسي لهالدرجة محاباة وعلاقات موجودة. ما ذكرتها أثناء البطولة، تذكرها بهذا السيناريو الخروج؟ لأني تونسي وكنت تعلم، نحب بلادي، وكنت تعلم أي نحب بلادي، هذا الوقت المناسب بالطبع. بعد لا أنا تونسي ونحب بلادي، صحيح ما في شك، نقول إلى آخر رمق أنا معاك، لكن خرجنا اليوم انتهى، لازم يكون في كشف مصارحة. هذا صحيح، قلت العبارة، أنا قلت نفس الملفات، أعطيتك كشف مصارحة، احكيوا لنا شفما ماذا يجري داخل المنتخب التونسي، ما هي القرارات الواجب اتخاذها، وماذا بينا عايشكم تكون المصلحة العليا لكرة القدم التونسية فوق كل اعتبار بقطع النظر عن الأشخاص. جميل.